تخيل معايا الموقف ده يا صديقي. انت ماشي بعربيتك في امان الله، وفجأة تسمع صوت فرامل قوي وخبطة. قدر الله ما شاء فعل. طبعا في اللحظة دي الشيطان بيحضر فورا غضب وتوتر، وممكن زعيق وخناقة في وسط الشارع، والناس بتتلم والطريق بيقف. انا حصل معايا موقف شبيه جدا، لكن في عز الربكة دي لقيت الشخص اللي قدامي بدل ما ينزل يزعق ويشتم طلع تليفونه بهدوء تام وفتح تطبيق معين وصور العربيتين وقال لي بابتسامة رضا: توكلنا على الله، حقك محفوظ وحقي محفوظ. ومشينا. الموقف ده خلاني اقف مع نفسي وقفة طويلة واسأل نفسي: احنا تليفوناتنا دي اللي في ايدينا ال24 ساعة بنستخدمها في ايه؟ هل هي فعلا بتخدمنا ولا احنا اللي خدامين عندها؟ صلى على النبي وركز معايا في الكلمتين دول. الوقت هو راس مالك الحقيقي في الدنيا دي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وللأسف أغلبنا بيستخدم التليفون عشان يقتل الوقت، مش عشان يستثمره. وتلاقي الواحد مننا ماسك التليفون بالساعات، بيقلب في فيديوهات قصيرة ملهاش أي هدف، وعينه توجعه وقلبه يغفل عن ذكر الله. وده طبعا في عرف ديننا اسمه إسراف، وربنا لا يحب المسرفين. التليفون ده مجرد أداة، يا تاخدك للجنة بإنك تتعلم علم نافع أو تقضي مصلحة ليك وللناس، يا إما يسحبك لطريق تاني تضيع وقت وذنوب. وعشان كده أنا النهاردة مش جاي أكلمك عن تكنولوجيا وخلاص، أنا جاي أضرب لك مثال عملي إزاي التكنولوجيا ممكن تكون في خدمتك، وتطبق مبدأ إسلامي عظيم وهو إماطة الأذى. وتطبق مبدأ إسلامي عظيم وهو إماطة الأذى عن الطريق وحفظ الحقوق. ومن خلال تطبيق النهاردة هو تطبيق نجم. التطبيق ده يا بطل يعتبر شريان. يعني ايه شريان؟ شريان حياة لأي حد عايش في المملكة العربية. فكرته عبقرية، نتمنى نشوفها بتطبق في كل بلادنا العربية. وظيفته الأساسية إنه لو حصل لا قدر الله حادث بسيط وعربية متأمنة، بدل ما تعطل الطريق وتستنى المرور بالساعات وتعمل زحمة تأذي بيها المسلمين، بتفتح التطبيق وتبلغ عن حادث وانت في مكانك، فبيحول المصيبة لإجراء روتيني بسيط وبيحفظ وقتك ووقت الناس. استخدام التطبيق ده قمة في السهولة والذكاء. أول ما بتفتح التطبيق وبتسجل دخول، بتختار خدمة تبليغ عن حادث. التطبيق أوتوماتيك بيحدد موقعك وبيطلب منك تصور الأضرار صور واضحة. وبعد ما تبعت الطلب بيجيلك محقق لحد عندك أو بيخلص الإجراء إلكترونيا وانت في مكانك. وبكده بتكون استخدمت التليفون عشان تحل مشكلة وتتقي شر الغضب وتضيع وتضيع الوقت، ومش عشان تهرب من الواقع، لكن وعشان نكون أمناء. والمؤمن لازم يكون كيس فطن وينقل الصورة كاملة. خليني أقول لك رأي الناس بصراحة في التطبيق ده من واقع التعليقات على بلاي ستور عشان نكون على بينات. التطبيق ليه مميزات عظيمة في توفير الوقت، وإنه بيغنيك عن انتظار الشرطة في الحوادث البسيطة، وبيخليك تتابع حالة التأمين والمتطلبات المالية وانت في بيتك معزز مكرم. لكن في نفس الوقت ومن خلال متابعتي لآراء المستخدمين مؤخرا، في ناس كتيرة بتشتكي من عيوب تقنية لازم تاخد بالك منها. زي ان احيانا الخريطة او اللوكيشن بيهنج مش بيشتغل معاك، ومش بيحدد مكانك بدقة، وده بيعطل وصول المحقق ليك. كمان في شكاوي ان التطبيق بيطلب تحديثات كتيرة او بيعمل خروج مفاجئ وقت الحادث، وده طبعا بيوتر جدا في وقت الواحد محتاج فيه ينجز. وكمان خدمة الزيارة الافتراضية اللي المفروض تخلص الإجراءات أونلاين، ناس كتير بتقول إن الروابط بتاعتها أحيانا مش بتفتح. وعشان كده نصيحتي ليك: خليك دايما مجهز نفسك. التطبيق هو الوسيلة الأساسية ولازم يكون معاك. لو لا قدر الله حصل معاك لأي سبب تقني، الحل البديل هو الاتصال مباشرة بخدمة العملاء عندهم، أو استخدام تطبيقات مساعدة تانية للطوارئ على حسب البلد اللي انت فيها. ولو انت مش في السعودية أو بتدور على بدائل في البديل الأخلاقي هنا هو إنك تنزل تطبيقات الطوارئ والخدمات الخاصة ببلدك، زي تطبيقات الونش لإنقاذ السيارات، تطبيقات الخرائط عشان تعرف طرق الزحمة وتبعد عنها وتوفر وقتك لبيتك ولعبادتك. المهم ان تليفونك يكون فيه مجلد اسمه ادوات تطبيقات هامة وتستخدمه صح، مش بس يكون كله العاب وسوشيال ميديا. في الختام يا صديقي، التليفون نعمة عظيمة ما تخليهاش حجة عليك يوم القيامة. نزل التطبيقات اللي تنفعك وامسح التطبيقات اللي بتسرق عمرك وتملأ قلبك هما وغما. جرب النهاردة تنظف تليفونك وتخليه شاهد ليك بالخير لا عليك. أسأل الله أن يبارك في أوقاتكم ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.